إذا رآنا الشمر معا وسأل من هذا الذي معك ماذا أقول له؟ قل لي يا عم. قل له هو ذلك راعي الإبل الذي حمل ابن زياد تحت بطن الجمل وخلصه من الخطر. كم أنت ساذج، وهل الشمر تنطلي عليه هذه الأمور؟ اطمئن، إذا ما وصلنا هناك فسترى بنفسك كيف أعمل كي لا يشك الشمر. أعوذ بالله، الشمر شيطان أزرق له عين عقاب وله سمع الفرس وشامة الكلاب، يشم رائحة الخطر على مسافة فرسخ من هنا. أعاهدك إن رآك معي سيحدق فيك فاتحا عينيه ثم يصيح: هذا من رجال المختار. وعندئذ يا عم سنصبح أنا وأنت في ذمة الله حتما. وأنا أيضا تلميذ ذلك السيد الذي جعل سيدك مشردا هاربا ساكن الخرائب. أنت فقط أرني الشمر يا عزيزي وسوف ترى بنفسك كيف أقبض روحه. هل تحلف لي بالنبي؟ لقد كلفتني بالأيمان كثيرا يا رجل، كف عني. لله درك أيها العم، لقد صدقت، القسم الكاذب خطير، وأنت لا تقدر على الشمر. هل صليت؟ هل أمهلتنا؟ تعال لنصلي معا. أجل، الصلاة أولا ثم الطعام. أعرف أن أصلي صلاة الشمر، هل من بأس؟ لا بأس بذلك. الصلاة هي أن تسلم قلبك لله تعالى. السمكة ستحترق. قم يا رجل، إن صلاة السفر مقصد الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. سبحان يا عم ضربي، هل مت؟